السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ شخباركم؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. حبايب قلبي، مساء الورد والياسمين وراحة البال عليكم حبايبي. شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا ببداية الفيديو حابة ارحب بكل المشتركين الجدد واقول لهم اهلا وسهلا بكم حبايبي. نورت القناة وان شاء الله عائلتنا تكبر بكم اكثر واكثر، واكيد شكر وامتناني الكل متابعين بصورة عامة، واقول لهم يا رب يحفظكم وما يحرمني منكم، امين يا رب العالمين. طبعا حبايبي اليوم راح اخذكم مكان كلش حلو. انا بالنسبه لي الصراحه كلش احب هاي الاجواء اللي خليت لكم مقطع ببدايه الفيديو، وراح اشارككم روتيني، يعني روتين يوم كامل. قبل ما نبدي الفيديو حبايب اتمنى تصلونا على النبي وتخلونا اللايك من ايديكم الحلوه، واذا كنتم ما مشتركين بالقناه تشتركون وتكتبون لنا تعليق حلو فضلا وليس امرا. طبعا حبايبي تعرفون شوية هاي الأيام الصبح يعني الجو كسر مثل ما نقول، يعني شوية صار بيها برودة. والصراحة أنا صار لي يعني فترة قاطعة الخبز، فلا والله شوية من برد الجو قلت بعد علي من أرجع أخبز بالبيت. تقريبا بنات أنا 7:30 ب8 الصبح أنا خابزة حبايب، يعني أقعد الصبح أصلي وأعجن، وبعدين اخبز. يعني قلت لكم اخبز من وقت، واكيد بنات يعني خبزة البيت بركة حبايب. طبعا هنا قلت لكم تقريبا بال7:30 او 8 اني خبزت وسويت لهم ريوق، وبعد تعرفون بنات شغل البيت. بس بيومها بنات رحت المكان كلش حلو، اتمنى يعجبكم، واذا حبيتوا هيك مكانات وهيك فلوقات بنات اكتبوا لي بالتعليقات. فقلت لكم هنا خبزت وتريقنا وكفكفنا شغلنا، وبيومها قررت اسوي تبسي دجاج. طبعا هذا التبسي بنات كلش سريع وطبعا طيب، خاف تقولون لا لازم الا نقلي لو شي. لا والله بنات، انا مرات اذا مستعجله او عندي طلعه او عندي خطار اسوي هذا التبسي بهالطريقه هاي، يطلع عندي يجنن. هنا شفتوا طبعا عندي بوتيتا وبصل، وعندي فلفلاية واحدة لقيت بالثلاجة، وعندي ذني تقريبا نص كيلو طماطة. وبنات أنا أكثر البوتيتا بالتبسي لأن كلش يحبوها بالبيت الصراحة، يعني أكثر شي يحبون البوتيتا بالتبسي. والله مو بس بالتبسي، حتى بالمقلوبة بكل الأكلات يعني دائما يوصونا كثرين من البوتيتا. بنات الصراحة ما خليت باذنجان، وأصلا أنا صار لي فترة ما مشتري الباذنجان، لأنه الباذنجان ما أعرف هاي الفترة كلش لو يطلع حار لو يطلع مور، فعلي من قلت إذا ما استفاد من عنده على شنو أشتري. بنات إن شاء الله منه هيك من يبرد الجو يصير الباذنجان يجنن. هنا حبايب أنا مشغلة الفرن من الأسفل ومن فوق، وطبعا أكيد على أعلى درجة حرارة، وخليت ملح ولمندوزي للتبسي. طبعا يحبوه حامض الصراحة، أنا أكثر اللمندوزي. وهنا عندي هاي البهارات اللي هي بابريكا وكاري وفلفل أسود ونعناع. بنات هذا النعناع المجفف مرات أنا أجففه ومرات أشتري يعني جاهز. بنات ينطي طعم كلش طيب للتبسي. وهنا عندي صاص ودبس رمان وكاتشب. بنات خليت من كل شي تقريبا خاش وقتين، وضفت له شوية مي وضفته للتبسي. بعد الإضافات يا بنات والبهارات حسب رغبتكم، بس هاي الصلصة كلش طيبة بالتبسي. احنا بالنسبة لنا التبسي بنات بالبيت نحبه بيه صلصة، ما نحبه يكون ناشف. طبعا تدرون هنا نسيت المعجون، بعدين خلطته بشوية مي وخليته على الخلطة. اي فبنات قلت لكم احنا نحبه يعني بيه صلصة، لانه دائما نسوي وياه تمن. بعد انتو اذا ما تحبون تضيفون مي لا تضيفون، اصلا هي الخضار راح تنزل مي، فبعد هاي تبقى حسب الرغبة. هنا حبايب سوينا وياه تمن اصفر، وهذا شكله طبعا تقريبا اخذ عندي ساعة بالفرن. وشلت التليفون انطيته شوية لون بالشوي وصار كلش طيب، سهمكم العافية. وهنا بنات حبيت شوية اسولف لكم على عجينة الكبة الملونة. بنات هواي سألتوني على الطريقة. يعني انا التمن مالت الوجبة العادي اطبخه
اخلي كل 3 اكواب تمن اخلي 5 كوب مي وملح واطبخه طبخ عادي. بعدين بنات اعجنه بالعجانة هو وحار، يعني اول ما انزله من الطباخ اضيف له، شفتي ضفت خاشوقتين من الزيت بنات، الخاشوقتين من الزيت لا تتخوفون من عتها، بالعكس راح تسوي العجينة ما تلزق وتجنن. وهاي هي والله حبايب، حبيت أشارككم هاي المعلومة من خلال هذا الفيديو لأن سألتوني عليها وشاركتكم يومي. طبعا قلت لكم المكان كلش حلو، أنا بالنسبة لي كلش أعشق العفو هاي المكانات، وهسه راح تشوفون الفيديو.